السلام عليكم يا اجمل متابعين. في الفيديو النهارده جايبه موضوع مهم جدا وخطير في نفس الوقت. يمكن ناس كتير تعمل غلطة دي من غير ما تاخد بالها، وده ممكن يسبب كارثة في البيت. الفيديو ده مش تجربة، لا ده تحذير. انا جاي احذر الناس كتير جدا عشان نخلي بالنا، وهو توعية. الهدف مش تجربة، هو توعية للناس. ويا رب يكون انا بفيدكم. احنا كلنا طبعا بنحب ننظف البيت ونخلي كل حاجة بتلمع، خصوصا في المطبخ والحمام. وساعات كتير بنفكر ان لو خلطنا المنظفات مع بعض النتيجة هتبقى اقوى واسرع. بس هل يا ترى الخلطة دي امنة ولا فيها حاجة احنا مش واخدين بالنا منها؟ طبعا دي كارثة بجد. خلط الكلور والخل والفلاش بيطلع غاز سام قاتل. غاز ده اسمه الكلورين، وده ممكن يسبب كحة شديدة وضيق في النفس والتهاب في العين والأنف. في حالات كتير جدا خطيرة ممكن تسبب الاختناق والوفاة لا قدر الله. طبعا احنا جايين نحذر الناس. زي ما انتوا شايفين مش هنجرب حاجة قدامكم ولا حاجة، انا جاية اوعي الناس اللي ممكن لا قدر الله يحصل لنا حاجة بسبب المنظفات اللي احنا ممكن نخلطها مع بعض. التنظيف يبقى قوي. الموضوع مش خلط كل حاجة مع بعض، خاصة الكلور والخل والفلاش. ده اخطر خليط ممكن تعمليه في البيت. لازم لو حتى يعني جربتي وعملتي يعني وخلاص كده، ما مفيش حل غير اللي انت تحطيهم على بعض. لازم يكون في تهوية في الشبابيك، لازم يكون في شفاط مثلا، حاجة بتشفط اي غازات عشان محدش يتخنق. الكلور بجد في مكان مقفول بيعمل حتى مغص في المعدة، بيعمل يعني ما حدش يقدر ياخد نفسه. استخدام كل المنظفات لوحدها بعد كده يعني مش هيحصل حاجة لو استخدمتي كل حاجة في الحاجات دي بتنضف حلو كويس جدا. اغسلي المكان بالمية قبل ما تحطيه اي حاجة تانية عليه. وممكن لو في تهوية قبل التنظيف. بالطريقة دي هتحافظي على صحتك وصحة ولادك، وهتنضفي بأمان من غير مخاطرة. واحنا جايين النهاردة نوعيكم بس، مش هنعمل اي حاجة قدامكم. لو اول مرة تعرفي المعلومة دي او كنتي بتعملي الغلطة دي قبل كده، اكتبيلي في الكومنتات ايه اكتر مرة حصلت معاكي موقف غريب من المنظفات. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من النصايح المهمة لحياتك. تحذير الخلط الكلور بالخل مش هزار، خلي بالكم. واستودعكم الله والسلام عليكم.